إن أمثل ما تذويتم به الحجام والقسط البحري، وقال: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا لا فيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة رائعة، هدية مني لكم للمتتبعات الغاليات اللي عزاز على قلبي، وجبت لكم هذه الوصفة باش تعالجوا بها جميع مشاكل البشرة، او بما يعرف بسحر تشويه الجمال. اذا هاد الوصفه قليل منكم بطبيعه الحال اللي يكون كيعرفها، واللي كيكون كيعرف الفوائد والقيمه اللي كتحتوي عليها هاد العشبه او هاد النبته. ندوز ندوي لكم اول حاجه على هاد النبته. هاد النبته هي القسط الهندي او القسط البحري. هي الشجره، هي عشبه كتنبت في القاره الباكستانيه بطبيعه الحال، ما كتنبتش في المغرب، حنا كنستوردوها، وتسمات بالقسط الهندي لانها كتنبت بحال هاد المناطق. وهما نوعين، كاين القسط الهندي وكاين القسط البحري. وهي عشبة ليست بعشبة سامة، هي عشبة في متناول أننا نستعملوها في الوصفات التجميلية، كذلك ممكن نوصفوها لعلاج بزاف ديال الأمراض. إذا هذه الوصفة وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه النبتة الطبية بقوله: إن أمثل ما تذويتم به الحجام والقسط البحري، وقال: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. كذلك من بين الفوائد الصحية أو لا الاستعمالات بعض الأمراض اللي ممكن نستعملوا لها هذه الوصفة، لأن غنية جدا من الألياف القوية اللي كتخفض لنا النسبة ديال الكوليسترول، وكذلك كتخفف بشكل كبير من أمراض القلب والشرايين. وكذلك هذا القسط الهندي أجريت عليه بزاف ديال الأبحاث في كبح الأمراض السرطانية. يعني هذا القسط الهندي أو القسط البحري تيكبح بواحد السرعه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الشرايين، يعني الامراض ديال القلب، كذلك الامراض ديال الجهاز التنفسي، كذلك مضره للبول، كذلك هي مفيده جدا للتقرحات القولون العصبي، وكذلك العلاج الانحباسات المائيه. وكذلك بطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا ان الناس، انا كندوي على الستينات والسبعينات قبل ما يتغير نمط العيش، قبل ما كتكون بحال دابا في هذا الوقت الحالي اللي حنا كنعيشوه، السرعه في التغذيه، السرعه في نمط العيش، كذلك المواد الصناعيه، مضاعفات غذائيه. في هذاك الوقت ما كانوش هاد المتلازمات، ما كانش التغذيه سريعه، ما كانوش لي كونسيرف، ما كانش المبيدات. اذا في هذيك الوقيته كانت هذه الوصفه الناس كيعتمدوا عليها بواحد الشكل كبير، وكانت كتعطي بزاف ديال الفوائد على صحه الانسان بشكل كبير وبصفه عامه. دابا بطبيعه الحال مع هاد المتلازمات ومع هاد التغييرات اللي طرأت على الطبيعه، اذا الطب التكميلي بصفه عامه او الطب البديل ولا كيعطي واحد النسبه ديال 50 حتى 60%. ماشي بحال شحال هادي كانوا الناس كيعتمدوا على كل ما هو طبيعي، فكانوا كيعتمدوا بزاف كذلك على الاعشاب لانها سنه نبويه. بحال مثلا القسط الهندي فهو كانوا كيتداووا به الناس في الوقيته ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وصانا به نظرا للاهميه اللي كيحتوي عليها والالياف اللي كيحتوي عليها.
اذا انا ارتئيت باش ان شاء الله علاش لا ما نطبقوهش كوصفه تجميليه. في فيديو اخر ان شاء الله غادي نحاول نعطي لكم كوصفه علاجيه. اذا كيف ما قلت السيدات بزاف تيعانيو من تشويه جمال، يعني بسبب سحر او بسبب يعني بقع سوداء اللي كتكون اللي هما الكلف اللي كتكون ما بعد الولاده، او لا كذلك النمش، او كل ما هو عنده علاقه بالتصبغات او اي مشكل كتعاني منه السيده في الجسم ديالها عامه وفي الوجه ديالها خاصه، فهذه هديه لكم. كنصحكم ما ترددوش انكم تستعملوها، لان يكفي انني دويت لكم بواحد الجانب قصير على الفوائد ديال هذه النبته. دابا ندوز ان شاء الله باش نطبق معكم الوصفه ودوزوا معايا ان شاء الله. اول حاجه عندي في الوصفه، اول حاجه غادي نقدم لكم هو سكراب او مقشر اللي هو طبيعي. بالنسبه لهذا المقشر غادي نحتاجو فيه الكوك بطبيعه الحال كتعرفوا انه كيعمل على ازاله الخلايا الميته وكيعالج حروق الشمس بواحد الشكل كبير وكيرطب وكذلك كينظف ومقشر فعال. القهوه بطبيعه الحال كلشي كيعرف القهوه فيها مضادات الاكسده كتحفز وكتنشط الدوره الدمويه ومن خلال التقشير كذلك في هذه الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجو العسل الحر. بطبيعه الحال اللي ما عندوش العسل كيمكن له يكتفي بالسكر او سنيده البنيه او السكر الاسمر، ولكن من الافضل انه يكون العسل. اذا ندوزو باش نطبقوا هذه الوصفه. اذا كناخذوا معلقه ديال العسل بطبيعه الحال، كناخذوا واحد الكميه ديال القهوه، كناخذوا كذلك واحد الكميه ديال الكوك، نخلطوا ونرجع معكم. كذلك نسيت ما قلتش لكم بالنسبه لهذه الوصفه، زدنا واحد المعلقه ديال الماء ديال البطاطا. اذا كناخذوا البطاطا كنحكوها وكناخذوا فقط الماء ديالها كنزيدوه مع هذه الوصفه. كذلك ممكن اننا نزيدوا الماء ديال الخيزو، ما عندناش مشكل، سواء الماء البربه سواء الماء الخيزو. اذا هنا غادي نوريكم التكستور ديالها. كتجي هاد المقشر على هذا الشكل. اذا غنطبق لكم على اليد ديالي باش تشوفوا الطريقه بحال هكا صافي، وكنبداو كنغوميو. اذا كيمكن لينا نستعملوه في الوجه كذلك في اليدين او في اي بلاصه. كنديروا غوماج خفيف تقريبا واحد نص ساعه او لا، المهم الوقت اللي تيكفي بهذا الشكل هذا. صدقوني هذا غوماج طبيعي خالي من المواد الكيماويه وسيعطينا واحد النتيجه فوريه. جربوه وغادي تلاحظوا الفرق. كذلك في اليد الاخرى صافي، وكنغسلوا يدينا بطبيعه الحال وكنرطبوهم بالكريم اللي تنعتمدوا عليه. اذا شوفوا معايا النتيجه كتكون رائعه من اول استعمال. اذا هنا كنكونوا سالينا من هذا الكوماج. دابا غادي ندوزو الوصفه المواليه. بطبيعه الحال كيمكن لينا غادي نحتفظوا به في واحد القريعه اللي تكون زجاجيه. انا غنحتفظ به من بعد باش ما نطولش عليكم الفيديو، وممكن نحتفظوا به نقدروا نستعملوه مده اسبوع، ما عندناش مشكل. من بعد دابا ان شاء الله غادي ندوزو الوصفه اللي هي اساسيه، اللي هي الماسك اللي غنطبقوا على الوجه الثانيه اللي هي معتمده، وكذلك اللي دوينا على الفوائد بطبيعه الحال بالنسبه للوجه ديال القسط الهندي. اذا كناخذوا معلقه او زوج ماشي مشكل ديال القسط الهندي، وكذلك كناخذوا هذه. انا غنعطيكم جوج ديال الوصفات اللي ممكن تطبقوهم
على الوجه ديالكم لعلاج او كذلك لازاله جميع انواع التصبغات او النمش او الكلف او سحر تشويه الجمال ديال الوجه. هنا عندي الماء ديال زمزم. كذلك ممكن في هذه الوصفه ومن الافضل اننا نستعملوا الماء ديال الرقيه الشرعيه. بطبيعه الحال كلشي السيدات او لا اغلبيه ديال السيدات كيعرفوا كيفاش يعملوا كيفاش يوجدوا الماء ديال الرقيه الشرعيه. ضروري بالنسبه لهذه الوصفه اننا نخلطهم بالماء ديال الرقيه الشرعيه او لا الماء ديال ماء الورد ولكن يكون مرقي. اذا انا هنا ما غاديش ندير الماء ديال الرقيه، غادي ندير الماء ديال زمزم. غادي ناخذ واحد لاكونتيتي هنا وغادي كذلك نستعمل واحد من هاد الانواع ديال الزيوت. غادي ممكن نستعمل زيت السمسم وممكن كذلك نستعمل زيت الافوكا، هادو جوج، وممكن كذلك زيت الجليسيرين. ما عندنا حتى مشكل اللي متوفر عند السيده ممكن تستعملو. كذلك ممكن نستعمل زيت ديال كبد الحوت، كتواتى بشكل كبير مع بحال هاد المشاكل ديال التصبغات ديال البشره. هنا عندنا كذلك زيت اللوز، زيت ارغان. هنا عندنا زيت ارغان، ممكن حتى زيت ارغان نستعملوها. اذا كناخذوا واحد شويه من هذا الزيت. انا بالنسبه ليا راني درت زيت ديال لافوكا. صافي كنخلطوا هذه الوصفه هذه وكنطبقوها على وجهنا، ممكن 2 حتى 3 المرات في الاسبوع، ما عندناش مشكل. اذا كنحصلوا على هذا القوام وغادي نوريكم هنا في يديا. غادي تطبقوه على هذا الشكل بحال هكا وغادي تخليوه واحد المده ديال نصف ساعه، لان هو كينشف. حتى من بعد ما ينشف عاد ممكن ان شاء الله نغسلوه. هذه راه وصفه رائعه صدقوني، راه جميع انواع التصبغات، جميع انواع الكلف، جميع انواع، ولكن بشرط تكون بالماء ديال الرقيه الشرعيه. كنحصلوا على هذا القوام اذا قلنا وكنطبقوه على يدينا او على وجهنا او كاع البلاصه اللي عندنا فيها تصبغات. اذا دابا غادي ندوز معكم لثاني وصفه اللي هي كذلك لعلاج التصبغات وعلاج الكلف القديم او النمش القديم او جميع انواع البشره. دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم ثاني وصفه كيف ما قلت لكم. اللي المكون الاساسي دائما هو القسط الهندي. المهم بالنسبه للسيدات اللي ما كيعرفوش، هنا راه طحناه. واحد المعلومه مهمه بغيت نقولها لكم بالنسبه لاي وصفه كنبغيو نستعملوا المكونات ديالها اللي كنبغيو نطبقوها على الوجه ديالنا. الله يخليكم، من الافضل اننا نتفاداو الاواني سواء ديال الانوكس او تكون كيف ما بغات تكون. من الافضل اننا المهم الاواني الحديديه او بصفه عامه او مولينكس او لا، حنا كنطحنوا بهذا، كنحاولوا ندكوه بشي حاجه اللي هي تقليديه طبيعيه. هذا مهرس ديال الخشب راه سهل انه يتهرس ويتدك، كندكوه وكنغربلوه. ديك الساعه كنحصلوا على هذا القوام هذا، كنحصلوا على هاد لابودر هذه وكنستعملوها وحنا مرتاحين وبواحد الطريقه اللي هي امنه، احسن ما نمشيو نستعملوه في شي انيه اللي كتكون مضره وكتسبب لينا مشكل عاوتاني. حنا بغينا نعالجو، ماشي بغينا نديرو شي حاجه اللي تضر لينا بالبشره ديالنا. هذه معلومه مهمه بغيت نوصلها لكم. اذا بالنسبه للوصفه الثانيه ان شاء الله على بركه الله، كيف ما سبق لي قلت هذا مطحون بمهرس ديال الخشب. كذلك المكون الثاني في الوصفه الثانيه اللي هو الخرقوم. كلشي بطبيعه الحال كيعرف الخرقوم عرق اللي كنطيبوا به اللي كيكون في المطبخ ديالنا. عندنا المكون الثاني هو زريعه الكتان. بطبيعه الحال كلشي كيعرف، بلا ما نزيد نطول لا فيديو ونهضر لكم على الفوائد ديال زريعه الكتان. باقي ان شاء الله ندوي لكم عليها في شي وصفه اخرى او في شي تركيبه اخرى. اذا كناخذوا معلقه ديال قسط الهندي او 2، كناخذوا كذلك معلقه ديال زريعه الكتان، كناخذوا معلقه ديال الخرقوم.
هادو راهم وصفات تجميليه طبيعيه 100%. يعني كنستعملوا شي حاجه اللي تنكونوا عارفين حنا شنو مصوبين فيها. انا هاد المره غادي نستعمل الماء ديال الورد اللي فيه الرقيه الشرعيه، اللي مرقي بالرقيه الشرعيه. الا كنتو بغيتو تعرفوا الطريقه باش كنديروا الرقيه الشرعيه، الماء، جميع انواع الماء مرحبا، سواء الماء سواء الزيت. اذا كنديروا شويه ديال الماء ديال الورد بطبيعه الحال. من بعد انا هنا في هذه الوصفه غادي نستعمل زيت ارغان. اذا كنديروا قطرات ديال زيت ارغان. اذا هنا غادي نمسحها، وغادي ندير شويه ديال زيت ارغان كفي. كذلك غادي نخلطها ونرجع معكم نوريكم كيفاش كتولي، شنو هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه. اذا كنحصلوا على هذا التكستور عاوتاني كنطبقوها نفس الشيء على البشره ديالنا او على الوجه ديالنا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الماسك هذا يمكن لينا نستعملوه 2 حتى 3 المرات في الاسبوع، ما كاين حتى شي مشكل وما عنده حتى شي اضرار جانبيه. راه شي حاجه طبيعيه ورائعه. انا اليوم راني طبقت 2 ديال لي ماسك بالاضافه للكماج اللي درنا في الاول. هكا كنخليوه واحد المده ديال 10 دقائق او ربع ساعه، صافي كنغسلو وكنرطبوا الوجه ديالنا. هذا يمكن لينا نديروه في واحد القريعه زجاجيه كيف ما سبق لي قلت لكم، وغادي نحتفظوا به مده اسبوع، ما غادي يخسر، ما غتوقع به حتى شي حاجه. هنا متتبعاتي الغاليات، كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم وساليت الوصفات ديالي. كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم، ومرحبا بالمتتبعات الغاليات على قلبي. مرحبا بالناس سواء القدام او الجداد. نتمنى هاد الوصفات يكونوا كينالوا الاستحسان ديالكم. وإلا كاين شي تساؤل بطبيعه الحال مرحبا والف مرحبا، ممكن تسولوني في الكومنتير وانا غنجاوبكم. خليت لكم الراحه والهنا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل باذن الله تعالى. السلام عليكم.